السلام عليكم الاخوان. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديال قناه الخيلي. كيف ما قلتوا لي يعني الاخ يوسف راه خرج والله العظيم مما في راسي وما دخلتش اليوتيوب دابا يومين بحكم يعني هاد المسائل ديال الزياده وهاد المسائل هادو. اقسم بالله والناس اللي تيسولوا على المدام الاخوان راه في صحه جيده الحمد لله، دابا بدات ترجع الطاقه ديالها. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان بالنسبه للاخ يوسف على السلامه ديالو. نتمناو الخروج ديال الاخ محمد وانهم يحاولوا ايفيتيو شويه هذه المشاكل. يعني يوسف فهو الموضوع ديال الاب ديال ايه اللي ما عمرني دويت على هذا السيد هذا في شي فيديو الاخوان، ولكن قالوا لي الناس راه حتى شي فيديو كذا كذا. المهم ما نقدر نوضح لكم حتى شي حاجه في هذه الامور. غادي ندخلوا غادي نشوفوا الفيديو. اول حاجه غادي نجددوا يعني ترحما على الاب ديال يوسف وخويا يوسف على سلامتك. يعني كان اخر اتصال قبل من ما يتشد مسكين صافي، هذاك هو الاتصال اللي كان بيني وبين يوسف. الله يطلق سراحه الاخوان. هذا ما كان، وان شاء الله نتمنوا الخروج ديال الاخ ديال يوسف اللي هو اسمه محمد، الله يطلق سراحه الاخوان. فهذا هو الامر. غادي ندخلوا ديريكت الفيديو ديال الاب ديال ايه ونشوفوا شنو قال على ولكن النهار جاي من انا بديت نحكي. اخوان هذا اول فيديو تقريبا غادي نعرف فيه الاب ديال ايه. ايه كنت ديجا يعني عرفت الاستوار اللي وقعات وهذا، ولكن ما عمرني عرفت واش دارت قناه او لا. الاب ديال هذا القناه فهذه اول مره غادي نعرفهم، غادي نعرفوا اشنو المشكل ديالو مع سعاد الاخوان. فالله يدير شي تاويل ديال الخير. ما بغينا حتى شي واحد هاد المشاكل هادو ديال الويب، حيت في الاخر كيخرجوا بنتائج اللي ما شي ايجابيه الاخوان. يعني كيخرجوا بنتائج اللي خايبين. بنادم ما يتبعش الحاول ما يتبعش فلوس الادسنس الاخوان. من الفوق دابا عاوتاني دابا اللي ما هماش وليتي ندم عليهم. راه حشومه عليك، ما حشمتيش. والتحيه للقنوات كاملين ناضوا بعدا تينوضوا. وسختي هاد مدينه فاس ولا وسختيها بالله راه عار عليك. انت عندك بنت وراجلك في السجن ومازال متبوع تشهير. نهار الاربعاء عندي معاه التشهير، نهار الثلاث نهار 10 في الشهر عندي معاه التشهير. حشومه بغيت تغرقي هاد العائله وتغرقي هادو وتطلقيتي جوج بنات على هادو. راه عار عليك، حشومه عليك. راه حشومه. موتي الروينه فهاد فاس هذا، والله الا موتي الروينه. والمراه خارجه لنا بالتعليق. حنا باغي نوضوا هاد الجمعيات ديال فاس، مدينه فاس المغرب. كاين تحيه اليوم كاملين الجمعيه ديال المدينه ديال المغرب. خصو ينوضوا على هاد السيده هادي. راه وسخات لنا هاد فاس هذا، والله الا وسخاتو. لا من هذا منكر. راه حشومه بالتغرير. هذيك النهار مو خرجت تقول عطيناها اخر انضم بقات تدوي. دابا عاوتاني ناضت هذه صافي. السيد خرج دا الجزاء ديالو، الله يعاونو الله يسهل عليه. البنت تزوجات الله يسهل عليه. هذا ما كان هذاك المسائل ديال الله يجعل سميتو هذيك كلمه معقوله. عادوا منا الله يرحم والديك. يعني الامور ديال اليوتيوب راه كتبقى ديال اليوتيوب. وحاليا القانون المغربي الاخوان راه خدا واحد مساله بالنسبه للناس اللي كيخرجوا بحال هكا في هاد لي فيديو. راه ممكن نتا دابا تشد هاد الفيديو وديك ضاري به ياك، على اساس واخا يكون هو تكون هي اللي ظالمه مثلا او لا شي حاجه، ولكن هاد الفيديو هو اللي تيخليه يتثبت عليه هاد المشكل هذا. حيت القضاء يعني كيبقى في مسائل في واحد المسلك اللي بريفي، واحد المسلك اللي خاص. يعني القضاء كيبقى وقضاء باش تخرج امور بحال هكا، فهذا كيتعتبر واحد الشق اخر الاخوان اللي القانون تياخذ فيه يعني قرار اللي حاسم الاخوان، باش ما نبقاوش نرميو راسنا للعافيه. منا عندك مشكل مع شي واحد وهضرتي معاه هضرتي عليه في شي فيديو ولا شي حاجه، ما تحاولش يعني تذكر الاسم ديالو او شي حاجه فكتولي في التشهير. يعني خاصك ضروري تهضر بحال المعنى كيهضر دابا هاد السيد، ولكن يقدر راك يذكر السميه ولا ما نعرف. دابا نشوفوا الفيديو يعني شي مسائل ما يغلطش فيهم الانسان، ما تذكرش الاسم ديال شي واحد او لا شي حاجه، فكيبقى يعني غلط اللي كبير الاخوان. امور ديال اليوتيوب ما تحاولوش تخلطوا بيناتهم الاخوان. راه كاين واحد القانون دابا حاليا اللي بيمسح بحال هادشي.
ما باقيش يشوفوا هادشي الاخوان في يوتيوب. غنقول لكم اقسم بالله العظيم ما باقيش يشوفوا هاد الامور في يوتيوب. علاش؟ القانون راه خدام على هاد المسائل هادو الاخوان. علاش؟ باش ما باقيش واحد ينوضي يبغي الادسنس وينوض يطلع على ظهر الاخر ويبدا يضرب في الاعراض ديالو ويضرب هذا وهذا وهذا، فداك الشيء كيتعتبر جريمه الاخوان. فهاد الشيء اللي كاين، فنتمناو الناس انهم ما يبقاوش يخرجوا بحال هاد لي فيديو. الا بغيتي توضح شي حاجه حاول توضحها يعني في واحد المسلك اللي زوين، او لا يعني تاخذ المسطره القانونيه ديالك ورجع للور، يعني ما تبقاش تدخل في هاد الامور هادي. المهم كملوا الفيديو ما طولش دابا انت عليكم. ما تساكش معاك، دابا شي حكايه صافي. ها هما الشواهد التعبئه عندها القانون، انا واقف بالقانون ياه. تضربي فيها مال هي التغرير، ما كنتي مويل الواد تجي حشومه ياه. حشومه موتي الروينه فهاد فاسال فهاد العائلات هادو كاملين، راه حشومه والله الا حشومه عليك. ها عار عليك، ما بعدي منا بعدي منا. راه انت عندك بنت وتزري في بنت. السلام عليكم، تحيه ليكم بزاف المتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا على الكومنتيرات ديالكم، على التشجيع ديالكم. هادشي اللي تنسمع راه ما لا من هذا منكر. انا عجبني هاد السيده لا الاخوان، من هذا منكر. عجبني حاله وحده بسم الله من على الصبر ديال الشرف اخويا. هادشي هذا راه ما تسمع هادشي الناس السيده هادي تخرج. شنو بغات عندنا؟ الله يجازيك بخير. شنو بغيتي عندنا؟ ما تخليش هاد البنت هادي تعيش مع ولادها مع راجلها دير الوليدات. لا بغيتي ما بغيتي دير الوليدات بغيتي تشتي لها شملها، راه حشومه عليك، راه حشومه عليك. حنا عيانين انت فينا حلقه وخارجين، وباش ندير حتى فيديو في داري معايا السيد يدير معايا الفيديو هنايا، راه حشومه عليك بالتغرير. شنو هو التغرير؟ والتغرير كمل راه حشومه نقولها قدام الناس. التغرير صافي عندها غير التغرير. القناه دي كذب عليه وهادي تكذب عليه. 13 عام ابن 13 عام، راه عامين خص ديرها حويقه في ودنيك، راه حشومه عليك. بغيت تشتي هاد بالنسبه العائله للبنيته وتشتينا الزوجه الله حنايا يسهل عليها، الاهل حاول ايفيتي انك تدوي فيها في يوتيوب الاخوان على حساب هاد المسائل هادو. ديما الراجل بقى صابر علينا راه حشومه عليك. بزاف الحوايج، وحتى شي زوج من غادي يبي يعني الزوجه ديالو غادي يبدا تيهضر عليها بنادم بزاف وداك الشيء. لهذا كنقول لهاد السيد هذا صبرتي كمل على الصبر ديالك وايفيتي انك تدخل في هذه المسائل هذه والله يسهل عليك. هذا ما كان الاخوان، فكان الفيديو ديال اليوم على هذا الموضوع هذا. وبالنسبه لهذا المشكل تيبان لي يعني خلاف ما بينه وبين الاخت سعاد، والله يقاد بيناتهم ونحاولوا ان ايفيتيو هذه المسائل الاخوان. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديال القناه الخير.